الشعب السوري كله بحاجة لمساعدات عاجلة حتى قبل الزلزال. الوضع كارثي أصلا. المساعدات مطلوبة من كل أنحاء العالم بأي طريقة، لكن بشرط وحيد: أن تشرف الدول المانحة على توزيع المعونات بنفسها على السوريين، لأن بشار وعصابته سيبيعونها وسيضعون أثمانها في حساباتهم كما يفعلون بالكهرباء والوقود. بعض الأنظمة التي تتظاهر بإرسال معونات لمنكوبي الزلزال في سوريا لا ترسل معونات، بل ترسل أسلحة لنظام الأسد تحت يافطة المساعدات، لأن شعوبها أصلا لا تجد السميد والزيت والحليب، وكان أولى بها أن ترأف بحال شعوبها المسحوقة أولا. أليس الأقربون أولى بالمعروف؟ كل السوريين المنكوبين بالزلزال اليوم في شمال سوريا أو داخل تركيا هم بالأصل ضحايا النظام، فهو الذي دمر مناطقهم وشردهم من بيوتهم فلجأوا إلى الشمال وتركيا. فكيف إذن يقدم بعض الدول العزاء لبشار بالكارثة وهو المسؤول عنها؟ تقديم العزاء لبشار كمن يقدم العزاء لمجرم مسؤول عن آلاف الجرائم. سؤال الدول الدجل والنفاق التي سارعت لإرسال مساعدات لطاغية الشام. عدد المنازل التي انهارت بسبب الزلزال في مناطق النظام 32 منزلا، بينما قضى الزلزال على عشرات القرى والمدن في الشمال السوري الخارج عن سيطرة النظام. أيهما أولى بالمساعدات أولاد 60,000؟ أتساءل أحيانا وأنا أنظر إلى بعض الجنرالات العرب الذين تجاوزوا 80 من العمر وما زالوا يقودون الجيوش، كيف يمكن لشخص خارج من القبر بكفالة أن يقود جيشا أو يسيطر عليه إذ لم يكن قادرا على السيطرة على وظائفه الجسدية؟ بعد سنوات من الخبرة في مواقع التواصل، صار المرء قادر بسهولة على التمييز بين الردود الحقيقية وردود الكلاب الإلكترونية النابحة نيابة عن جنرالات المخابرات والجيوش. لهذا انبحوا يا كلاب الجنرالات ليل نهار، فأنتم لا تفضحون سوى عقلية جنرالاتكم الساقطين السافلين المنحطين. شخ يا عمي شخ. أهلا بالسادة المشاهدين الكرام. كأن المصائب لا تأتي فرادى، هكذا هو الحال بالنسبة لسوريا الشقيقة. فلم يكفي 12 سنة من دمار الحرب ليأتي الزلزال المدمر الأخير على ما بقي. ولأن خلف كل بلاء فرج، فإن هذا البلاء قد يعيد حسابات أهل سوريا في وضعهم، وأن الطريق الصحيح ليس الاقتتال بل لم الشمل. سوريا المعزولة عن العالم أبت الجزائر إلا أن تكسر عزلتها وتفك الحصار عليها من باب الوفاء للإنسانية، فكانت أول دولة تمد الشعب السوري بالمساعدة وترسل إغاثة مكونة من رجال إنقاذ، مؤونة ومساعدات طبية وغذائية. والأمر نفسه فعلته مع المنكوبين في تركيا، ولم تنتظر الجزائر ضوءا أخضرا من أحد أو إذنا من أحد، فلا مساومة على القرار السيادي الجزائري. ولم الشمل العربي الذي رفعه الرئيس تبون في القمة العربية التي عقدت في الفاتح نوفمبر لم يكن شعارا رنانا، بل كان فعلا وتنفيذا وتطبيقا، حتى وإن تجاوزته الفضائيات العربية عمدا أو رهبة من الآمر الناهي. في الوقت الذي كان المنقذون الجزائريون وببسالة والمساعدات توزع على السوريين والأتراك، وكان جهد الحماية المدنية مركزا لإجلاء المصابين، وتمكنوا في وقت قياسي من إنقاذ العشرات بفضل حنكة تشهد لها الأمم المتحدة في شهادة اعتراف تسلمتها في 2017. كان هناك من الحكومات العربية ومن الجيران من ينتظر حتى الإذن لإرسال برقية تعازي للحكومة السورية، وكان البعض من المرضى أنفسهم وممن في عقولهم لوثة يتحاملون على الجزائر حكومة وشعبا في قرارها السيادي.
ويكفينا عزا أن الشعب السوري استقبل المساعدات بكثير من الفرح في وقت كان هؤلاء يلعبون في مستنقع نتن. ما تقوم به الجزائر هو القناعة الثابتة البعيدة عن كل الإملاءات ليظهر البعد الإنساني الأصيل في جزائر حرة وسيدة بقراراتها. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعم ولاد وبنات بلادك، وما تنساش تلينا سبسكرايب، لايك، كومنتار وتبارطاجي الفيديو مع الناس اللي عزاز عليك. هادشي راه يشجعنا باش نكملو وما نحبسوش. شكرا على المشاهدة.